واحد من نجوم كرة القدم على مستوى العالم، والنجم الكبير اللي عاش فترة والأروع بجانب المنتخب الفرنسي وبجانب المحطة الأبرز لهذا اللاعب اليوفي. هذه الأسماء الموجودة والحاضرة في هذا اللقاء. تكلم عن فريق الرجاء البيضاوي الحاضر بأسماء تتواجد هذه الجماهير المتواجدة من أجل فريق الرجاء البيضاوي الفريق الكبير هناك في المغرب. أسماء تتوالى وأسماء حاضرة على مستوى الحراسة: إيماني مبصير، شادي أكيري، أيوب فهمي، محمد نعيم، يونس الفتيحي. الحاضر بأسماء على مستوى الحراسة: كيان باوندور، ريكو جوهانسون، دافيرفيلد القائد، ويوربي بيرتساين، ديف جوهانس أندبيرغ، وأنطونيوس دانيال، ماتيج هنريكس جوهانسون. خرج منه الأسماء الكبيرة وحضر منه الأسماء الكبيرة على مستوى العالم. نعرف تماما أشهر الأسماء التي حضرت: رود خالد، ورونالد كويمان، وفيليب كوكو، يابس تام المدافع الكبير، ورود فان ساروي، آريو روبن. كل تلك الأسماء رائعة جدا. ديفيد تريسيجي. ضربة البداية، الحضور مع هذه الأجواء، مع الحضور الجماهيري الكبير الحاضر في بطولة الكأس الدولية، لأجواء ولا أروع في مباراة نتمناها أن تكون فيها إثارة حاضرة هنا لفريق PSV ايندهوفن والرجاء البيضاوي في هذه المجموعة. كروية سنوية يترقبها مكتشفو المواهب واللاعبون الصاعدون. متابعة إعلامية محلية ودولية متميزة. كرة ملعوبة توصل بالراس، ملعوبة خطيرة خطيرة خطيرة، وكرة فيها ركلة جزاء. الضغط المتواصل لفريق PSV ايندهوفن ومعظم الكرات اللي كانت في اللقطة الماضية، وخط دفاع حقيقة يلام على هذه الكرات وهذه اللمسات وهذا الحضور، وهذه كرة واضحة، وبالتالي حكم اللقاء عبد العزيز موسى يعطي ركلة جزاء. الأمل يعني في حارس مرمى إيماني مبصير يكمل المسير رائعة جدا في ال 25 دقيقة اللي مرت. إيماني مبصير، لكن سيكو CDB يلعبها، كرة في المرمى، كرة في المرمى. هدف أول لسيكو، يسجل أول هدف اللقاء. أول أهداف اللقاء كانت قد مرت عن طريق سيكو، يسجل أول أهداف اللقاء سيكو بعد مجهود رائع جدا من هذا اللاعب، يضع الكرة في الشباك في هدف أول هنا في بطولة الكأس الدولية. أول أهداف البطولة لفريق PSV ايندهوفن عن طريق الأسمراني الرائع جدا، لأن هدف ثاني من جانب سيكو. لكن إيماني مبصير حارس مرمى إيماني، وكرة سيكو على الهدف الثاني. هدف ثاني PSV ايندهوفن، يسجل الثاني عن طريق أبرز لاعب سيكو. الله على أيضا رقصة رائعة جدا من الأسمراني الآخر هو المدافع أبو بكر كوني، وبالتالي سيكو يضعها قوية جدا في مرمى إيماني مبصير. هدف ثاني في مرمى الرجاء لمصلحة فريق PSV ايندهوفن، ركلة جزاء حاضرة لمصلحة فريق PSV ايندهوفن، وسيكو يسجل الهدف الثاني. CDB هدف ثاني. أن يتبدل في المباراة القادمة، تغير في المباراة القادمة وتكون بشكل أفضل، تدخل جوال البطولة تكون المباراة. وهذه كرة خطيرة 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 فيها مرور سيكو سيكو سيكو، يا على كرة خطيرة جدا لمصلحة فريق PSV ايندهوفن، يتلاعبون بالشكل الجيد. يا سلام يا سلام عليك يا سيكو. سيكو يسجل هدف ثالث هنا لمصلحة الهداف،
هذه كرة مقطوعة، أخطاء دفاعية كثيرة حاضرة في خط دفاع فريق الرجاء. لمسة حلوة، انطلاقة رائعة جدا كانت من جانب يوربي، وبعدها يوربي هياها لمصلحة سيكو. سيكو ركنها بقوة في مرمى إيماني بوبصير، وهدف ثالث لمصلحة فريق بي سي دوفن، الفريق الهولندي الذي يظهر بشكل قوي جدا في اليوم الأول. سيكو 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 سي دي بي، النجم صاحب الابتسامة الرائعة جدا. رياض عند التنفيذ في الخطأ، قائد الموجود لفريق الرجاء وعد التنفيذ. رياض 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 يسدد، وكرة توصل للأمام وملعوبة أمامية عرضية، ملعوبة كرة في الجول، كرة في الجول. أول أهداف اللقاء لمصلحة فريق الرجاء هنا بعد كرة عرضية كانت عن طريق البديل سفيان محروق يسجل اول هدف لقاء. كره صدت في عرض الصد، وكره بالفور وعرضيه وملعوبه وبالراس في مكان رائع جدا. هدف اول لمصلحه فريق الرجاء البيضاوي. تاخر كثيرا هذا الهدف، لكن سفيان محروق اللاعب البديل في الشوط الثاني يسجل اول اهداف اللقاء لفريق الرجاء. اول اهداف اللقاء يا سفيان، كره راسيه. فريق الرجاء شوط ثاني افضل، اداء افضل من الشوط الاول. اداء رائع جدا. شادي، كره مرسوله عرضيه ملعوبه للامام، وكره جول، وكره جول، ركله جزاء، ركله جزاء لمصلحه فريق الرجاء. عبد العزيز موسى، عبد العزيز موسى حكم اللقاء يعطي ركلة جزاء. ركلة جزاء فريق الرجاء يحاول يسجل ثاني الأهداف. ركلة جزاء من اللي راح ينفذ رياض. رياض هو عد التنفيذ. رياض القائد لفريق الرجاء، يقلص الفارق ولا لا؟ رياض 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 يا رياض يسجل الثاني، يسجل الثاني الرجاء، وبالتالي يعطي امل لان يعود في هذا اللقاء. الرجاء يسجل الثاني هنا في هذا اللقاء. 3-2 يعود بشكل مختلف وبصوره اخرى في شوط ثاني. حقيقه اتت معها الثقه بعد الهدف الاول. فريق الرجاء الرياضي يصوب كره قويه جدا في حارس مرمى فاندورف، وبالتالي الرياض يسجل الثاني. رياض يسجل الثاني. رياض يحاول يمر، الكرة لا زالت خطيرة لمصلحة فريق الرجاء، محاولة المرور والتقدم. يا سلام! إدريس مرة بين اثنين، هو لفريق الرجاء. يا سلام! ركلة جزاء إدريس، هذا الشد الواضح، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة 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 لمصلحة فريق الرجاء، وبالتالي شوط ثاني مغنية، وبالتالي بطاقة حمراء. عبد العزيز موسى يعطي بطاقة حمراء على حارس مرمى فاندورف في هذا اللقاء. بطاقة حمراء حارس المرمى فاندورف. آخر ثواني اللقاء يسجل رجاء، يكسب نقطة ويكسب عامل مهم هو عامل الثقة، وعودة روح كانت مطلوبة لفريق الرجاء بتواجد الجماهير الرجاوية اللي حضرت في هذا اللقاء وساندت الفريق طوال الشوطين في هذه المباراة. لاحظ معي الدموع لأن تختلف هذه البطولة حقيقة في ظهور أول. رياض يسجل ولا تكون مباراة لحارس المرمى لوكاس سيرجيو؟ تكون المهمة للوكاس سيرجيو. رياض يتلاعب بأعصاب حارس المرمى لوكاس سيرجيو. رياض القائد في هذا اللقاء قدم كل شيء رياض في هذه المباراة، وبالتالي يكسب ركلة جزاء
لمصلحة رياض. هل يسجل؟ دقائق صعبة في نهاية اللقاء، ورياض عند التنفيذ. رياض القاد، رياض الراع. أوه! يا لوكاس يا سيرجيو يعطي 3 نقاط ولا أروع، وبداية انطلاقة حارس المرمى لوكاس سيرجيو. هكذا إذا التصدي للوكاس سيرجيو الذي يكون هو الحاضر مع توجيهات كان مجال فاندور. هكذا الصورة إذا في ثواني أخيرة. حظ أوفر لفريق الرجاء البيضاوي في مناسبات أخرى وفي مباريات قادمة، وبعدها 3 نقاط مهمة لبي اس في ايندهوفن أمام مباراة ماراثونية ومباراة مثيرة في بداية بطولة الكأس الدولية. كنت أنا هنا من كابينة التعليق راشد سعد دوسري، إلى الملتقى بإذن الله في مباريات قادمة وأمسيات كروية قادمة ضمن بطولة الكأس الدولية. نذهب للفاصل، بعدها ننتقل بالصوت والصورة للزميل فالح الشمري وللكباتن محمد سويلم وسعيد شيف.